اعرفي انها اتحولت لذكر 100%. فالانثى بقى اول ما تبدا تشيل المسؤوليات اللي انتوا متخيلينها دي كلها في الدنيا ولوحدها، اعرفي انها اتحولت لذكر 100%. اقول لك على حاجه، انت عارفه العظمه في ايه؟ العظمه مش في انك تشيلي كل حاجه، العظمه في انك تختاري السند اللي يشيل معاكي. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا على العلاقه ما بين الذكر والانثى، الزوج والزوجه هي مش علاقه بس موده ورحمه، لا، لتسكنوا اليها. يعني ايه لتسكنوا اليها؟ يعني تبقوا سكن لبعض. عندي مدربه انوثه دلوقتي شغاله معايا، والمفروض ان انا لما بيجي حد مثلا بوجهها ليها دلوقتي. دي كانت ايه في الاول؟ كانت حاسه مشاعر دي، خدت كورس اعداد كوتشنج الفطره، بدات انها تعالج نفسها وتظبط نفسها واحتياجاتنا. انا كورس اعداد كوتشنج الفطره اساسه ايه؟ انك تعالجي نفسك من اي حاجه في الكون. اي حاجه في الكون تقدري تعالجي نفسك فيها، ما تروحيش لمختص ابدا. بعد كده من كتر ما انت بتتمكني في الموضوع، تبتدي بعد كده ان انت تعالجي غيرك. تعالجي غيرك ازاي بقى؟ من المك. كنت عندك مشكله في الانوثه، بتبقي مدربه انوثه. عندك مشكله في مثلا خوف شديد جدا، بتبقي بعد كده بتقدري تساعدي الناس ان هم يتخلصوا من الخوف بتاعهم. مثلا عندك مشكله في الفلوس، بتبقى هي بعد كده مدربه ثراء وصلت الفكره؟ فانتبهي، اقعدي النهارده خدي قرارك، واوعي تسيبي المشاعر دي تفضل جواكي.